النتيجه النهارده كان تستحقوا الفوز، ولكن كالعاده الفوز بيضيع منكم والتعادل في الوقت الضايع. الحمد لله عملنا ماتش كويس، بس طبعا الظروف الماتش برضه بيلعب فرقه كبيره برضه بيعرفوا يكسبوا. بس انتوا جات لكم فرص كتيره في عندنا فرص كتيره، بس احنا لسه برضه ما بقيناش فرقه كبيره. لو احنا فرقه كبيره بجد كنا قدرنا الاجوان اللي احنا بنجيبها دي قدرنا نحافظ عليها وعرفنا نمسك كوره نلعب كوره اللي هي فرقه كبيره بتعرف تلعب كوره، انما احنا برضه لسه ما فرقه كبيره. نطلع اطلعك بقى من بره اجواء المباراه وندخلك لنادي انت بتعشقه والنادي انت بتحبه وجماهير مستنياك في نادي الزمالك السنه الجايه. عايزين نعرف اخر المفاوضات ايه وواصل لغايه فين لغايه دلوقتي؟ ان شاء الله باذن الله انا من جوايا انا خلاص انا ناوي ان شاء الله ان انا اروح الزمالك. انا بحب الفرقه دي وفرقه محترمه. كده ان انا بلعب ما بلعبش، انا بلعب بفعل فعل، يعني ما بلعبش بفعل فعل، انا مش عشان مستوى ولا عشان هم عايزين يخلصوا عليك. بالظبط هو عايز يقول لك طب انا ماتش زي بتاع النهارده ده يعني طب ليه ده نزلنا في اخر 3 دقايق؟ ده اداني حسابات يعني عادي يعني الامور خلاص ان هو خلاص يعني بيقول للناس يا جماعه انا عايز توفيق بعيد ومش بعيد، بس انا الحمد لله مش بعيد وانا الحمد لله واثق في امكانياتي كويس، وعايز يبين للناس كلها ان كمان ان انا لما انزلش ابقى كويس الناس كلها تتكلم معايا تقول له طب ما هو كويس ما بتلعبوش ليه؟ فهو برضه بيعرف ينقي الاوقات اللي هو عايز يلعب فيها وما يلعبش فيها علشان الناس بس ما تفكش عليه. اخر فتره حصل فيها كلام بينك وبين الزمالك كانت امتى؟ ان شاء الله اخر فتره انا على طول مع كابتن ابراهيم حسن. يمكن الراجل انا بحترمه جدا وبحبه جدا يعني. انت عندك خلاص مع فاضل 6 شهور. يعتبر لسه ليا سنه. بس طبعا هم السنه بالنسبه لهم هم مرعوبين جدا، انت عارف السنه بالنسبه خلاص يعني شهور يعني مش مثلا سنه 12 شهر وكلام من 6 شهور، فهم قلقانين جدا وبيتمنوا ان انا امضي، فانا مش همضي خلاص براحتهم، هم عايزين يلعبوني يلعبوني، بس انا اللي انا اقدر اعمله ان انا افضل احافظ مستواي التمرين كويس والجديه في المباريات اللي قدام. كلمه شرف توجهها لجمهور نادي الزمالك تقول له ايه؟ شرف من دلوقتي باذن الله رئيس الزمالك. بنرحب بيكم ان شاء الله الفتره الجايه، احنا مستنيينك سواء انت ما لعبتش او احنا عارفين امكانياتك كويس، وان شاء الله نشوفك في نادي الزمالك بالتيشيرت الابيض وترجع البطولات مع الزمالك ان شاء الله، واحنا مستنيينك على حال المجامره يا كابتن. ان شاء الله وبقول لهم ان انا فعلا بحب نادي الزمالك وبتمنى ان انا البس نادي الزمالك. شكرا يا كابتن.